في وسط خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا في جزيرة صغيرة تبان إنها هادية جدا من بعيد. لكن زمان الجزيرة دي كانت كابوس اسمها الكاتراز. الموضوع ما بدأش كسجن أصلا. في سنة 1850 تقريبا الجزيرة استخدمت كحصن عسكري، وبعدها بسنين اتحولت لسجن عسكري، لحد ما في سنة 1934 الحكومة الأمريكية قررت حاجة مختلفة خالص. قررت تخليها سجن فيدرالي لأخطر المجرمين في أمريكا كلها. الكاتراز اللي كان بيروح هناك كان بيبقى شخص فشلوا في السيطرة عليه في أي سجن تاني. الجزيرة محاطة بمية باردة جدا، وطياراتها قوية، ودرجة حرارتها بتوصل لحد التجميد تقريبا. المسافة ما بينها وما بين اليابس حوالي 2 كيلومتر. بس المشكلة مش في المسافة، المشكلة في المية نفسها. اللي كان بيحاول يعوم كان بيتجمد، والتيار كان بيحبسه بعيد خالص. الزنزانة كانت صغيرة جدا، حوالي مترين في متر تقريبا، وسرير حديد، مغسلة، ودورة مية. مفيش رفاهية، مفيش خصوصية، مفيش صوت تقريبا. كان في قاعدة مشهورة في الكاتراس: لك الحق في الأكل واللبس والرعاية الطيبة، وأي حاجة تانية امتياز. السجناء كانوا بيشتغلوا وبيناموا ويفضلوا في صمت طويل، والعقاب الزنزانة انفرادية، ظلام بارد، وصمت يخليك تسمع نفسك بس. من أشهر الأسماء اللي كانت في السجن ده الكابوني، زعيم عصابة شيكاغو الشهير، وبرضه روبرتو استرادو اللي اتعرف باسم رجل الطيور. كلهم كانت نهايتهم في الكاتراس، لأنه كانوا من أخطر المجرمين في العالم. حتى السجون التانية فشلت معاهم، فقرروا يجيبوهم في الكاتراس رغم سمعته السيئة، وناس حاولت تهرب منه كتير. وخلال 29 سنة كان في 14 محاولة هروب، شارك فيها حوالي 36 سجين، أغلبهم اتمسكوا واللي غرقوا. لكن في سنة 1962 ثلاث سجناء عملوا خطة عبقرية. حفروا في الحيطة بأعماق، وعملوا رؤوس مزيفة من الصابون، وحطوها على المخدات، وهربوا بالليل. ولحد النهاردة محدش عرف غرقوا ولا حصل لهم إيه. القضية لسه مفتوحة رسميا لحد دلوقتي من 1962. في سنة 1963 السجن اتقفل، مش علشان بقى أمان، لكن عشان كان مكلف جدا. تكلفة تشغيله كانت ضعف أي سجن تاني. الجزيرة بعد كده اتحولت لمزار سياحي، والناس النهاردة بتدفع فلوس عشان تزور المكان. زمان كان اللي بيدخله يتمنى يطلع حي. الكدراز ما كانش أخطر سجن علشان فيه تعذيب أو كده، كان أخطر عشان العزلة، علشان الإحساس إنك لو حاولت تهرب البحر نفسه ضدك. ويمكن أصعب حاجة في الكتراز ما كانتش الجدران، لكن كان الإحساس إن العالم كله بعيد، ومترين مية مستحيل تعديهم. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون عجبك الفيديو.